السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي على مسماها البسيط. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم كما راكم تشوفوا في الصوره غادي نشارك معكم البغرير بطريقتي ناجح 100% بلا اختمار، يعني تيوجد دغيا تتوجدوه، ما تعكزوش عليه. الا ما كانش كيصدق لكم جربوه بهذه الطريقه وردوا عليا الخبر. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه خديت هنايا مولينكس وغندير فيها 3 ديال الكيسان ديال السميده رقيقه، السميده اللي تنصايبوا بها الحرشه. غنزيد عليها 2 معالق كبار ديال الفرينه، غنزيد معلقه صغيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال الملحه، وكنزيدوا 4 ديال الكيسان ديال الماء دافي. الكاس اللي عبرت به السميده هو اللي غتعبروا به الماء. تنخلطوا اول حاجه هاد المكونات مزيان، وعاد نزيدو 2 خمارات ديال الحلوى، يعني في المجموع 16 غرام. الخليط كيكون على هذا الشكل، هذا هو القوام ديالو، وغادي نطيبوه مباشره. غنجيبوا المقله اللي ما كتلصقش، يعني خاصه بالبغرير. هاد المقله هي اللي كنصوب فيها هكا الحرشه السائله والبغرير ولي كريب فقط. الحجم حنا اللي كنتحكموا فيه، بغينا نديرو هكذا البغرير كبير اولا صغير. انا شخصيا كنفضلو هكذا صغير، باش كل واحد هكا كي كيهز وحده كيساليها، ما كيخليلكش فيها. وها هو البغرير من بعد ما كنحطو على البوطه على نار متوسطه تيبدي تيتقب كما شفتوا ما شاء الله. يعني راه باين بلا ناجح، كيجي كله بحال الشهده. وكما لاحظتوا انا درت هنايا واحد هكذا واحد السربيته وتنحط عليها البغرير هكذا، كنحطوه وحده حدا وحده، ما نحطوش هكا وحده على وحده حيت غادي يتعجن. خصنا نحطوه بحال هكذا حتى كيبرد. وحاجه اخرى، المقله من بعد ما كنطيب كل وحده كنولي نغسلها ونشفها باش هكذا تكون بارده. هادو هما النصائح هكا باش ينجح معكم ان شاء الله من اول تجربه. وبزاف اللي جربوا هاد الوصفه ونجحات معاهم. وهنايا تنشارك معكم وحده اخرى هكا كطيب باش تشوفوها عن قرب. صراحه جا لذيذ بزاف، ووجدته في اخر لحظه، وجدته الكوته ديال العشيه.
وغنكمل بنفس الطريقه، نكمل هاد الكميه اللي عندي. كنجيب في الاخير هذا الطبسي ديال التقديم، درت فيه هكذا شويه ديال العسل. البغرير راكو عارفين كيتماشى بزاف مع العسل. وغنقدم فيه البغرير من بعد ما برد، ما بقاش سخون. توجدوا هكا لوليداتكم اولا لضيوفكم، يعني شي حاجه اللي زوينه جديده. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. مرحبا بالناس اللي دخلوا جداد للقناه ديالي. شكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليتكم على خير، السلام عليكم.